إليك ودانت قصة هذا الجار يزيه قربت تاريك الذي يسكن معي يا كنغاري منور في نفس الحي والجوار باند አካባቢ እኛ ሰፈር جاءني الأب አባቱ يبكي እያለቀሰ መጣና ويشتكي ስሞታ ያሰማኝ ويروي لي قصة مليئة بالحزن ታሪኩ والأسى ሊነግረኝ በሐዘንና በስቃይ ተሞልቶ قصة ታሪኩ تبين مدى أثر الأصحاب على أصحابهم የጓደኛ ባህሪ ጓደኛ ላይ እንዴት እንደሚሰርጽ ያሳያል بدأ بكاء الأب የአባት ለቅሶ ቀነሰና ثم بدأ يروي قصة ابنه የልጁን ታሪክ መናገር ያዘ صاحب 19 سنة የ19 ዓመት ልጅ ነው فقال مخبرا عن الابن ስለ ልጁ ሲናገር كان صالحا ሷሊህ ነበር هادئا የተረጋጋ محبا للخير ኸይርን የሚወድ محافظا على الصلوات ሶላቱን የሚጠብቅ يغدو ويروح مع الأخيار የሚሄድ የሚመጣው ከጥሩዎች ጋር ነበር ثم فجأة ከዛም በቅጽበት تغير حاله ሁኔታው ተቀየረ وهجر أصحابه ጓደኞቹን ተወ وبدأت تصرفاته ነገረ ስራው ሁሉ تتغير መቀየር ጀመረ وسلوكه يتبدل ጸባዩም ተለወጠ أصبح እያደር كثير السهر ብዙ የሚያመሽ والتأخر ليلا ሌሊት የሚያነጋ أصبح ينام عن ሶላት الصلاة እየተሰገደ መተኛት ጀመረ ويغيب عن المدرسة ከትምህርት ቤት مرات መቅረት በተደጋጋሚ بدأ يكذب መዋሸት ጀመረ ويتعلم فنون الكذب የውሸት ጥበብንም ተማረ أخذ يحتال على إخوته ወንድሞቹን ማታለል ያዘ وعلى أمه እናቱንም حتى يحصل على ገንዘብ المال ለማግኘት ሲል بأي طريقة وكان በየትኛውም አጋጣሚና መንገድ رائحة الدخان የሲጋራ ሽታ መሽተት ጀመረ ከሱ كلما دخل إلى الدار ወደ ቤት በገባ ቁጥር بعد أن كانت تفوح منه ያኔ እንዳልነበረ رائحة المسك والأعطار ሽቶና ሚስክ እንዳልሸተተ تغير ابني وبسرعة ልጄ ተቀየረ በፍጥነት فاكتشفت ተመለከትኩ أنه أصبح እሱ እያደር يتعاطى المخدرات አደንዛዥ እጽ መውሰድ ጀምሯል ويشرب المسكرات የሚያሰክርም ይጠጣል كل هذا حدث في فترة قصيرة ይህ ሁሉ የተፈጸመው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነበር هذا ይህ እንግዲህ يبين أثر الأشرار የሸረኞችን ተጽዕኖ ያመለክታል كالنار في الهشيم ልክ እንደ ሰደድ እሳት تحرق كل شيء وبسرعة በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉ እንደሚያቃጥል أخذ الأبوة አባቱ يكمل لي حديثا ታሪኩን እየነገረኝ ودموعه على خده እንባ በጉንጮቹ ላይ ይፈሳል قال مستكملا በመጨረሻም አለኝ حاولت علاجه መድኃኒቱን ፈለግኩለት من هذا الإدمان ከዚህ የሚያድነው فأدخلته إلى مستشفى ወደ الأمل አመል ሆስፒታልም አስገባሁት فرفض العلاج መድኃኒት እምቢ አለ سافرت به إلى مصحة في الخارج ለሕክምና ወደ ውጭም ተጓዘ طلبا لشفائه የሚድንበትን ፍለጋ فتعافى قليلا ትንሽ አገገመ ثم لما رجعنا ከዛም ከውጭ ስንመለስ التف حوله الأصحاب ጓደኞቹ ዙሪያ ተመለሰ ورجع أسوأ مما كان ከመጀመሪያው የባሰ ሆኖ ተገኘ فلم أجد حلا ሌላ መፍትሄ አላገኘሁም إلا أن أحبسه في الدار ቤት ውስጥ ካላሰርኩት በቀር إما أن يضرأ بدوائه ወይ በመድኃኒቱ ይድናል أو يموت بدائه አሊያም በሱሱ ይሞታል حبسته አሰርኩት في إحدى غرف الدار በቤታችን አንድ ክፍል ውስጥ ووالله በአላህ ይሁንብኝ إن الأب አባትየው يبكي لي هذا ይህንን الخبر ታሪክ ሲነግረን ግንባር ለግንባር ነን يقول ይላል حبسته في إحدى غرف الدار አሰርኩት በቤቱ አንድ ክፍል ውስጥ يأكل ويشرب فيها ይበላል ይጠጣል እዛው ويقضي حاجته أعزكم الله ሁኔታውንም ይከውናል أنا الذي أدخل عليه بطعامه እኔም وشرابه ነበርኩ ምግብና መጠጥ የማስገባለት ولقد أوصيت جميع أهله ለመላው ቤተሰብ አስጠንቅቄያለሁ لا تفتحوا عليه الباب በሩን እንዳትከፍቱለት في أي ظرف በየትኛውም ምክንያት أو أي حال በየትኛውም ሁኔታ مهما شكا مهما ምን بكى ቢያማር ምን ቢያለቅስ لا تفتحوا الباب أبدا በፍጹም በሩ እንዳይከፈት كنت ነበርኩ أسمع صياحه وبكاءه ጩኸትና ለቅሶን የምሰማ وقلبي يتقطع ልቤ ألما ክፉኛ እየተጎዳ ولكني أريد له الشفاء من هذا الوباء ነገር ግን እኔ መዳኑን እፈልጋለሁ الذي ابتلي به ከገባበት ሱስ بسبب أولئك الأشرار ከነዚህ ሸረኛዎች ጋር ተለያይቶ حتى جاء يوم ከዕለታት በአንዱ ቀን من عملي ከስራ ወጣሁ بعد العصر ከዐስር በኋላ فوجدت باب الغرفة مفتوحا የክፍሉ በር ክፍት ሆኖ አገኘሁት وهو غير موجود እሱ አልነበረም فقلت አልኩኝ أين فلان እገሌ ይታል وما فتح له الباب ማን ነው በሩን የከፈተለት قالوا አሉኝ جاءت جدته አያቱ መጣች للزيارة ለዚያራ فلما سمع صوتها ድምጿን በሰማ ጊዜ أخذ يصيح ويبكي ويناديها መጮህ ማልቀስ መጣራት ጀመረ جدة አያቴ لقد ይኸው آذوني አስቸገሩኝ جدة አያቴ لقد ظلموني ይኸው በደሉኝ جدة أنا تبت አያቴ እኔ ተጸጽቻለሁ وأقلعت ርቄያለሁ أما آن الأوان أن يطلقوا سراحي ከዚህ በኋላ አይለመደኝም ولا زال አልተወም يكرر عليها عبارات الاستعطاف አሳዛኝ ቃላቶችን ለአያቱ መደጋገም ففتحت له الجدة المسكين الباب ምስኪኗ አያቱ በሩን ከፈተችለት وكان ታዲያ ያኔ أصحابه الأشرار ሸረኛ ጓደኞቹ يقومون حول البيت في تلك اللحظات በቤቱ ዙሪያ ይሽከረከሩ ነበረ بسياراتهم በመኪናቸው ويطلقون ምልክትን
إشارات النداء له ክላስ ያደርጉለት ነበረ። فلما سمع بهم ይህን በሰማ ጊዜ خرج إليه ወደ እነሱ ወጣ። يقول الأب አባት ይላል፣ ولا زالت دموعه متساقطة እንባው አሁንም ይፈሳል። خرجت ወጣሁ بحثا عنه في كل مكان ፍለጋ በሁሉም ቦታ ولم أجد له أثرا ኮቴው እንኳ ማግኘት አልቻልኩም። تغيب عن الدار በወጣበት አልተመለሰም። 3 ليال 3 ቀናት ولم يبقى جسر ولا مكان إلا بحثت እሱን عنه ፍለጋ የሄድኩበት ጉድጓድም አልቀረኝም። فلم أعثر عليه ولا على أصحابه እሱንም ሆነ ጓደኞቹን ላገኝ አልቻልኩም። فوكلت أمري وأمره إلى الله ጉዳይንና ጉዳዩን ለአላህ ትቼ وكأن شعورا في داخلي يقول لي የሆነ ስሜት መጥቶ ውስጤን ይለኛል፣ أنه لن يرجع እሱ አይመለስም። بعد 3 أيام ከ3 ቀናት በኋላ وفي ساعة متأخرة من الليل በረፋድ የምሽት ሰዓት ላይ إذا بطارق يطرق الباب አንድ አንኳኪ በሬን ያንኳኳል። فقلت አልኩኝ፣ اللهم አላህ ሆይ إني أعوذ بك من طوارق الليل እኔ والنهار ባንተ እጠበቃለሁ ከሌትና ቀን አንኳኪ لا طارق يطرق بخير በኸይር ከሚያንኳኩ በቀር። فتحت الباب በሩን ከፈትኩ። فإذا بسيارة الشرطة የፖሊስ መኪና ነው። فسألوني أنت فلان ጠይቁኝ፣ እገሌ ነህ ብለው نعم አዋልኳቸው። اللهم اجعله خيرا አላህ ሆይ ኸይር አድርገው አልኩ። قالوا تعالى معنا በልና አብረህን نريدك في أمر هام በታሳቢ ጉዳይ እንፈልግሃለን። لبست ثيابي ልብሴን ለበስኩኝ፣ خرجت معهم ከነሱ ጋር ወጣሁ። وقلبي يسقط من الخوف والوجل ልቤ በድንጋጤ ይመታል። ولا أدري ما هو الخبر ጉዳዩ ምን እንደሆነ አላውቅም። ما الأمر ምን ጉዳይ፣ القصة ምን ታሪክ قالوا انتظر አሉኝ። ቆይ ጠብቅ። وصلنا ደረስን إلى أحد المجمعات السوقية ወደ አንድ ሱፐር ማርኬት القريبة ቅርብ ወደ ሆነ من دارنا ከቤታችን። وكان السوق حينها مغلقا ያኔ ሱቁ ተዘግቷል። ساعة متأخرة من الليل እጅግ በጣም ስለመሸ فتحوا البوابة በሩን ከፈቱት። ودخلنا إلى داخل المجمع ወደ ሱፐር ማርኬቱ ገባን። ثم أخذوني ከዛም ወሰዱ إلى دورات المياه ወደ መታጠቢያ ክፍል። ثم فتحوا ከዛም ከፈቱት باب إحدى الدورات አንዱን በራፍ وقالوا لي አሉኝ፣ تعرف ተዋወቅ على هذه ከዚህ الجثة አስክሬን ጋር፣ إنه ابني እሱ ልጄ ነው፣ وفلذت كبدي إنه ابن 19 እሱ የ19 ዓመት ልጄ ነው፣ إنه الذي ربيته እሱን ያሳደግኩት وسعيت لصلاحه ለመልካምነቱ የሮጥኩለት። وكنت أحلم يوما አንድ ቀን አልም ነበር أن يكون رجلا ወንድ እንዲሆነኝ يسير معي أنا አብሮኝ وإياه የሚሄድ የሚያግዘኝ على أمور ديني ودنياي በዲንና በዱንያ ጉዳይ። هناك እዚህ وجدته ميتا ሞቶ አገኘሁት في دورة المياه መታጠቢያ ክፍል ውስጥ። ملقا إلى وجهه وباقي المخدر والإبر بجانبه የቀረው هنا አደንዛዥ እጽ ከጎኑ አለ። أين أصحابه؟ የታሉ ጓደኞቹ? أين أولئك الأشرار؟ የታሉ እነዛ ሸረኞች? لماذا تركوه هنا؟ ለምንድን ነው የተውት? لماذا تخلوا عنا؟ ለምን እስከሱ ራቁ? والله በአላህ ይሁንብኝ يقول لي ودموعه على ይለኛል፣ خده እንባውን ጉንጮቹ ላይ አድርጉ። والله لقد كان ወላሂ صالح እሱ በእርግጥ ሷሊህ ነበር። والله لقد كان صالح ወላሂ በእርግጥ እሱ ሷሊህ ነበር። وربي በአላህ ይሁንብኝ سيندم هؤلاء እነዚህ ሰዎች ይጸጸታሉ፣ وسيلعن بعضهم بعضا አንዳቸው አንዳቸውን ይረግማሉ፣ كل منهم على يديه ሁሉም የእጃቸውን ያገኛሉ።